السلام عليكم اخواني واحبائي في الله، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الفيديو منتشر بالهند ومنتشر انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر اكس حاليا. هذا الفيديو لأب هندوسي معروف بالهند. اكثر ناس متطرفين ضد الاسلام هم الهندوس، لكن هذا الهندوسي بعد ان مرض ولده مرض شديد وكل أرباب وآلهة الهندوس لم تشفيه ولا حتى المستشفيات، الفطرة التي بداخله دعته وجرته جر إلى باب مسجد يدعو رب المسلمين، ويسجد عند باب المسجد كما تشاهدون، ويستلقي على الأرض كما يفعل عادة الهندوس أمام الأبقار. فسبحان الله، من هذا الفيديو نستنتج أنه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدره الإسلام كما شرح صدره وجعله يأتي إلى باب المسجد يدعو رب المسلمين، حيث يعلم أن رب المسلمين رب الأرباب لا إله إلا هو، قادر على كل شيء وأمره كن فيكون. فسبحان الله، هذا المشهد وهذا المنظر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعني لقي رواجا كبيرا جدا، وحتى التعليقات شيء مفرح. بنفس الوقت يغيظ طائفة من أعداء المسلمين. فأسأل الله أن يشرح صدره للإسلام، وأن يشفي له ولده، وأن ينفع به الله عز وجل الإسلام والمسلمين. كثير من الناس كانوا، يعني نشاهد اليوم ناس كانوا نصارى ودخلوا في الإسلام وأصبحوا من أكبر الدعاة، وهدى الله بهم من النصارى الكثير. فأسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الهندوسي ويدخلها الإسلام، ويكون سبب لأن يدخل معه أهله وقاربه وأصدقائه، أو ربما من يتأثر بما يشاهده الآن.